بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد. النهاردة هنبتدي سلسلة جديدة وهي سبارك أباتشي سبارك. كتير جدا منا لما بيجي يدخل مجال الداتا انجينيرينج يسمع عن ان هو لازم يتعلم سبارك عشان البيج داتا. تمام، يتعامل مع البيج داتا. في ناس كتير جدا سينيور داتا انجينير ولسه لحد دلوقتي ما تعرفش السبارك انترنال شغال ازاي، اقدر استخدم سبارك في ايه وامتى استخدمه وامتى ما استخدمهوش. النهارده ان شاء الله هنتكلم في كل ده بالتفصيل وهنقسم السلسله بتاعت سبارك زي ما احنا متعودين، زي ما عملنا في اير فلو والحمد لله خدنا فيدباك كويسه عليها. وهنكمل برضو في اير فلو بالتوازي مع سبارك. هنشرح تكنيكال ونفهم قوي، وعايزين نبقى فاهمين كل حاجة من جوه ماشية ازاي، وبعد كده هنطبق في مشاريع. لسه برضو بالمناسبة اير فلو هنكمل فيها ان شاء الله الفترة الجاية في مواضيع سينيور. لحد دلوقتي احنا خلصنا الكور وخلصنا as a junior level، عايزين ندخل في المستويات الأعلى سينيور وبروجكتس للسينيور إن شاء الله، علشان المشروع الأخير الغاية بتاعتنا اللي احنا نعمل داتا بلاتفورم كامل بيحاكي داتا بريكس، نفس اللي بيحصل بالظبط. الرحلة بتاعتنا ان شاء الله تكون جميلة. انا حاولت ان انا اخلي البلاي ليست ان باراليل علشان ما ناخدش وقت كبير جدا عشان نبني الداتا بلاتفورم بتاعنا. فعلشان كده بحاول اخلص كل اللي اقدر عليه في اسرع وقت بكواليتي عالية إن شاء الله. طيب، خلينا نبتدي كده نتكلم عن سبارك. فهو اتعمل علشان البيج داتا، علشان بالعربي كده أنا عندي بيانات كبيرة جدا، بيانات كبيرة. أنا عندي مثلا آه رايح أخد من سورس مثلا أو باخد ايفنت بيوصل ل10 مليون. تمام، فال10 مليون دول ازاي يتخزنوا عندي وازاي اعمل عليهم مراحل الترانسفورميشن؟ طبعا لو رحت اخدت ال10 مليون مره واحده بنود واحده بارتيشن واحد، اللي بيحصل تمام زي اي سيكوال كويري او اي حاجه، هيحصل لك حاجه اسمها او ام. او ام اللي هو اوت اوف ميموري، ده مصطلح عندنا هتشوفه كتير جدا. اوت اوف ميموري، تمام. طيب، فعلشان كده ده الطريقة الطبيعية. لو انت اصلا رحت سحبتها ببانداز او سحبتها بسيكوال كويري او بايثون سكريبت هيطلع لك نفس المشكلة. سبارك جه عشان يحل لي المشكلة ديت. طبعا من ضمن المشاكل الكتير اللي حلها سبارك اللي هو لا انا انت عندك دلوقتي مثلا 10 مليون رو، تمام. فانا عامل لك ايه؟ لا انا اقسمهم مثلا على 12 بارتيشن، وكل بارتيشن شايل حاجه معينه ويشتغلوا في الايه، يشتغلوا مع بعض ان باراليل. وكل بارتيشن او كل مجموعه بارتيشن تقدر تاخد جزء من الكور بتاع السي بي يو، فبالتالي انت تقدر تعمل تريتمنت للداتا بتاعتك سواء كانت كبيره تمام او بيج داتا. تقدر تتعامل معاها وتقدر تطلع منها الانسايتس بتاعتك وتشتغل عليها كل مراحل سواء كانت ATL جوبز او ELT جوبز لحد ما توصل للاجريجيشن لاير وتطلع سواء كان ماشين ليرنينج بايب لاين او حتى BI ريبورتنج او داشبورد. طيب، في الرحلة بتاعتنا هنفهم سبارك كان ايه. سبارك كان في البداية ما كانش في حاجة اسمها سبارك، كان في حاجة اسمها RDD. تمام، كانت بتشتغل اكتر بهدوب. هنسميها RDD اسمها Resilient Distributed Dataset. كانت عبارة عن اوبجكت بطيء بيكتب على الديسك، تمام. فكان ده عامل لنا مشاكل كبيرة جدا. تمام، انت عشان تتعامل مع الداتا انت هتاخد وقت كبير جدا، عشان طبعا انتوا عارفين ان الديسك بالنسبة لي مش زي الميموري. بعد كده ظهر الداتا فريم. الداتا فريم في سبارك يعني كان اللي انا اقدر اكتب كود بايثون او اقدر اكتب كود SQL جوه سبارك. وبقت داتا فريم API، ودي برضه هنتكلم عليها بالتفصيل وهنفهم هي الميزه بتاعتها في ايه.
ولكن انها سهلت لي الدنيا، سهلت لي التعامل مع الداتا، فهمتني ان الداتا دي كلها عباره عن سكيما واحده. وبعد كده هنتكلم عن الداتا سيت. الداتا سيت ديت بستخدمها في سكالا وجافا بس. تمام. الطريقه اللي بيتعامل بيها لغتين البرمجه زي سكالا وجافا مع اي سبارك. والنهارده برضو هنتكلم عن حاجه اسمها ترانسفورميشنز والاكشن بتاعتها. تمام. طيب الار دي كان الاول تحكم يدوي، انت بتتحكم فيه بايدك، بتكتب الكود من اوله لاخره بايدك. تمام. لازم تكتب كمان الفانكشن. فكان سبارك تمام مش شايف الكلام ده كله على انه اساس، كان شايفه عباره عن اوبجكتس، ما بيقدرش يتحكم. تمام. جه الداتا فريم، لا خليته يشوف السكيما، يعرف ان في كولومز جايه لك. تمام. والجداول بتاعتك والميتا داتا بتاعت الجداول ديت وهكذا. الداتا سيت ضاف لي حته امان او تايب سيفتي مع الداتا فريم. برضو كل ده المصطلحات ديت غريبه شويه، بس هنتكلم عليها مع بعض واحنا شغالين ان شاء الله. طيب خلينا نشوف الكود كان زمان بيتكتب ازاي. كان انت عندك ار دي تمام دوت فلتر، الطريقه القديمه، وبعد كده بنيت فانكشن ديت، سواء كانت فانكشن انت تبنيها عادي او انت فانكشن عاملها على جنب وعملت لها كول عادي جدا. تمام. وبعد كده جيت قلت له دوت ماب. تمام. الار دي كان بيعتمد على الماب والريديوس علشان يشتغل في المعاملات بتاعته وهكذا. فبالنسبه له، بالنسبه لسبارك ده عباره عن بلوك، هو مش شايف اي حاجه فيه. يعني مش شايف انك عندك مثلا كولوم من البرايس. تمام. مش شايف اي حاجه من دي، هو شايف اوبجكت، مش عارف شايف قصدي فانكشن بتتعامل مع اوبجكت، مش عارف هي بتعمل معاه ايه. تمام. فبالتالي كانت النتيجه سيئه جدا جدا جدا، لانه هو مش فاهم يبتدي بايه. كان يجيب الداتا كلها يقراها وبعد كده يفلتر وبعد كده يعمل حساب على كل الداتا. ولكن الطريقه الحديثه اللي هي بتاعت الداتا فريم عمل لي حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ انا دلوقتي عمل لي الداتا فريم دوت فلتر، جيت قلت له جيب لي بس الكولوم البرايس، فطبق لي حاجه اسمها بريديكيت بوش داون، مبدا هنتكلم برضو عليه في الفتره الجايه ان شاء الله، مع الكولوم سواء كان ديسك او برايس، وايه قام ضربه لك. تمام. طيب الطريقه ديت اسرع 10 مرات من ايه، من الار دي، مع انهم الاثنين يعتبر نفس الحاجه، يعني الاثنين نفس الكود او شبه بعض. بس الفرق من هنا هنعرفه النهارده واحنا شغالين. تمام. هنوضح كل حاجه في ديت وهي بتعمل ايه، ولكن النتيجه اسرع 10 مرات علشان هنا سبارك فهم انت عايز تعمل ايه. تمام. فهم عايز تعمل ايه. عندك سكيما واضحه رقم واحد، عندك الكولومز واضحه. تمام. عندك الداتا كاتالوج للداتا فريم اللي داخله واضحه. فبالتالي هو عارف انت عايز تعمل ايه. فبالتالي السبارك هيعمل ايه؟ عنده حاجه ذكيه اسمها كاتاليست، بتعمل لك ايه؟ بترتب لك الاولويات صح، بترتب كودك. يعني هو الكود ده هو الكود ده، ولكن ده اسرع 10 مرات عشان الكاتاليست رتب لك كودك صح. فبالتالي عرفت تستفيد بالسرعه دي 10 مرات. تمام. آه برضو النهارده ان شاء الله هنتكلم سبارك ازاي بيفكر، المره الجايه هو بيعمل اكسكيوشن ازاي، المره اللي بعدها ان شاء الله هنتكلم ايه الحاجات اللي بتضيع الفلوس او ايه الحاجات اللي انا بصرف فيها كتير وانا ما اعرفش. تمام. سبارك سلاح ذو حدين، لو انا ما عرفتش استخدمه صح هلاقي نفسي بقع في تكلفه كبيره جدا كموارد للسيرفرات اللي هستخدم عليها. ده رقم واحد. رقم اتنين، هكون بلخبط الداتا ومش بحسن. تمام. فانا لازم يكون عندي الهنس. عشان كده الفرق دايما بقول الفرق ما بين اي حد جونيور واي حد سينيور ايه، الجونيور كده كده بيكتب كود والكود بيشتغل. تمام. الكود هيشتغل هنا والدنيا تمام مفيش مشكله، هو عارف، هو مش عارف اللي هو بيضيع فلوس او مش عارف اللي هو بيستهلك موارد. ولكن السينيور هو اللي بيحاول يفكر ازاي اللي انا اشغل الكود ده باعلى كفاءه. تمام. عايزين دايما واحنا بنذاكر المنتاليتي، في كتير مننا مثلا ايه بيحب اللي هو يطبق على طول، يكتب كود بايده ويطبق على بروجكت في الاول خالص، ده غلط. تمام. ما تفتكرش نفسك انك هتتعلم كده. تمام. لازم تبقى فاهم كويس جدا وبعد كده تطبق في بروجكت. الموضوع بيختلف معاك، بيختلف حرفيا، عشان انت اهم حاجه وانت شغال انك تفكر. يعني ادي لنفسك 90% تفكير.
تمام، وفعلا الكود والله ما بياخد 10%. تمام، فلازم نركز جدا في الحته دي واحنا شغالين. عندنا الفرق زي ما اتفقنا، الار دي دي والداتا فريم والداتا سيت. احاول اعملها كده بقصه لطيفه عشان تدخل ايه دماغنا بكل سهوله. الار دي دي يعني انا كعمر فتحت مطعم مثلا من سنه، وانا كنت لوحدي الشيف، وانا لوحدي اللي بوصل اللي بطلع الاطباق للناس وهكذا، وكان مطعم صغير وكده كده معلوش حد، وبقدم ايه طبق واحد بس. فكنت ادخل عادي اقدر اعمل الطبق واطلعه مفيش اي مشكله. تمام، كل حاجه بعملها بايدي، من اول ما بضرب على الكاشير، من اول ما باخد الاوردر واضرب على الكاشير واطلع الاوردر والم الفلوس. طيب بعد كده بعد سنه المطعم كبر، ما بقتش اطلع طبق واحد، لا انا بقيت اطلع مثلا 10 انواع اطباق. تمام، وبوصل ل 500 طبق في اليوم. تمام، ببيع 500 طبق في اليوم. كل ده اللي انا اعمله لنفسي مع نفسي او لوحدي صعب جدا. تمام، هفشل والمطعم يقع. فايه اللي بيحصل؟ اللي انا بقى عندي منيو كامل. تمام، وعندي شيفات. الشيفات ديت عارفه الوصفه بتخش تنفذها. تمام، وعندي شباب بتطلع الاكل للناس من المطعم للترابيزات وهكذا. تمام، وعندي كل حاجه مكتوبه على الورق، يعني منيو انا عارف ان انا مثلا الطبخه الفلانيه اعملها في واحد اتنين تلاته، واحد اتنين تلاته تكون الطبخه خلصت. تمام، فهو ده اللي جه وفره لي الداتا فريم، كانه ساعدني. تمام، ونظم لي الدنيا اكتر، وبقى يفكر لي ايه احسن طريقه اللي انا اطلع بيها ايه الاكله ديت. طب الداتا سيت اللي هو عباره عن الداتا فريم، ولكن عليه مفتش الجوده. بمعنى انا دلوقتي وانا بعمل الاكل حطيت مثلا جبنه. طيب الوصفه كان فيها جبنه موتزاريلا وشيدر، فانا قمت حاطط جبنه موتزاريلا وما حطيتش شيدر. تمام انا اسف على المثال، بس بنحاول نقرب الامور. فهنا بقى دور مفتش الجوده، يقول لك لا الريسبي بتاعك فيه موتزاريلا وشيدر، انت ليه حطيت موتزاريلا بس؟ فما يطلعهاش. فهو ده بنسميه الداتا سيت التايب سيفتي، اللي هو ايه آه اللي هو امان الانواع. قبل ما اطلع الحاجه لازم يتاكد ان الحاجه ديت نفس اللي موجوده جوه الوصفه بتاعتي. طيب يبقى تاني زي ما اتفقنا الار دي دي هو تحكم كامل، الداتا فريم هو سرعه، باخد منها سرعه كبيره جدا وتحسين تلقائي للكود من غير ما انا اراجع تاني. والداتا سيت هو نفس الداتا فريم بس حطيت عليه جوده او طبقه التايب سيفتي علشان اقدر اتاكد ان كل حاجه تمام. طيب ليه ظهروا بالترتيب ده؟ في 2011 2012 الار دي دي كان بطيء زي ما اتفقنا، بيكتب على هادوب، بيكتب على الديسك. فكان عامل لي مشكله. ظهرت الداتا فريم بقى معاه حاجه اسمها كاتاليست ده العقل المدبر. تمام، للسبارك. تمام، هو اللي بيقول لك ياخد منك الكود، يقول لك خلي بالك الكود ده مش كويس، انا هنفذه لك بطريقه احسن طريقه ممكنه عشان تستفيد منه. وهو ده اللي حصل عشان يخليه اسرع 10 مرات من الار دي دي. فكان بيعمل لي تحسين تلقائي. تمام، في 2016 ظهرت الداتا سيت علشان اقدر اكتب بيها على سكالا وجافا، وزودوا لي طبقه ايه التايب سيفتي. تمام، هنا زي ما اتفقنا برضو الار دي دي ما بيشوفش غير اوبجكتس بس، ما يعرفش الداتا ديت. يعني انا لو مررت له كولوم برايس تمام زيه زي كولوم نيم، تمام ما يعرفش ده ايه وده ايه. فكان انا اللي بدخل اتحكم في الكود علشان اقدر اشتغل. خلي بالك هتضرب لي البرايس ده في رقم معين، ومثلا هتطلع لي قيمه الديسكاونت. كنت بضطر اعمل فانكشن وفانكشن وفانكشن تعمل لي كل وظيفه. تحكم كامل بس كنت بتاخد وقت كتير جدا وبطيء. لكن مع الداتا فريم لا، انا بقيت اخد التيبل على هيئه داتا فريم زي بانداز. لو حد من حضراتكم عارف بانداز، اكيد في المجال لازم تبقى عارف بانداز. تمام، ولكن الفرق ما بين سبارك وبانداز ان بانداز بتشتغل على ميموري، لكن لا سبارك بيشتغل على ديستريبيوتد على اكتر من ميموري وكور. تمام، وكمان بيشتغل على الديسك. وجت بعد كده الداتا سيت عشان زي ما اتفقنا يعمل لي ايه التايب سيفتي. وده مثال توضيحي كده ان الار دي دي بلاك بوكس، ما بيشوفش اي حاجه، مش شايف اي حاجه جواه. ما فيش حاجه اسمها كاتاليست وما فيش حاجه اسمها تنستين، وهنتكلم عن الاثنين بالتفصيل. تمام،
بالنسبه له ان كل حاجه عباره عن اوبجكت، حاجه غامضه، حاجه غريبه، مش عارف اي حاجه. لكن الداتا فريم لا، بالنسبه له هو كلاس بوكس، بوكس زجاجي شايف كل حاجه بتحصل. لو انا عندي كولوم للبرودكت، عارف ان البرودكت ده ايه بالظبط، وعارف البرايس، وعارف الكوانتيتي، واعرف الداتا تايب بتاع كل واحده فيهم ايه، واعرف ازاي احسن الاداء فيهم، وعارف الداتا تايب بتاع كل كولوم، وعارف السكيما، وعارف الداتا كاتالوج بتاعي، عارف كل حاجه. فاقدر استخدم الكاتاليست، واقدر استخدم التنجستين. كاتاليست تمام باختصار هو العقل اللي زي ما اتفقنا بيقول لسبارك هتنفذ الكود ده ازاي باحسن اداء، والتنجستين هو العضلات، هو اللي بياخد منك الكود يروح ينفذه. تمام. فدايما احفظها كده، يعني افهمها كده، ان الكاتاليست هو العقل بيشوف الكود فين، بيشوف المشكله عندك في الكود فين ويصلحها لك ويحاول يظبطها لك، والتنجستين بياخد منك الكود ده ويروح على طول يجري ينفذه على الداك. طيب، عندنا الكاتاليست اللي هو الدماغ زي ما اتفقنا، محرك التحسين بيبني الخطه تمام ويحسن. هنا التنجستين العضلات هو بيعمل لي ايه، بيشوف لي اكتر طريقه سريعه ان انا انفذ الكود ده تمام من غير ما استخدمه يدوي. طيب، ورحله الكاتاليست هنتكلم اول حاجه عن الكاتاليست. الكاتاليست ديت بيتكون من 4 مراحل. تمام. ايه هم الاربع مراحل دول؟ انا كتبت كود سبارك تمام، اللي هو بالمناسبه نفس كود بانداز، هتلاقيهم قريبين من بعض. رحت مثلا، خلينا ناخد المثال، رحت كتبت كود سبارك زي ده تمام. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل بقى؟ كاتاليست هيمسك مني الكود ده، وبعد كده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ليه اول حاجه اناليسز، بمعنى ان هو يتاكد ان عندك انت كاتب مثلا داتا فريم، قريت البرايس، فهيروح يتاكد انك انت عندك في السكيما ديت حاجه اسمها برايس تمام. هيشوف البرايس عندك في السكيما ونوعه ايه والدنيا تمام، وكمان برودكت نيم، فهيتاكد ان انت عندك برودكت نيم في الداتا فريم وكله تمام. فخلاص انت عندك فعلا الاناليسيس بتاعك انك انت عندك عواميد اسمهم كده او كولومز اسمهم كده تمام. فاول خطوه هتنجح ليه؟ علشان انت انا كاتب صح. طب انت لو كنت كاتب مثلا كانتري، والكانتري دي مش موجوده في الداتا فريم، قبل ما يبتدي ينفذ اي حاجه يقول لك لا خلي بالك، انت عندك مشكله اصلا في التايب ده تمام. طيب وبعدين هيقوم منفذ بعد كده، هيدخل تاني مرحله في الرحله بتاعت الكاتاليست، هي اسمها اللوجيكال اوبتمايزيشن. بمعنى يعني ايه اللوجيكال اوبتمايزيشن؟ شايفين الكود اللي انت اديته له؟ بيحاول يعمل عليه حاجه اسمها بريديكيت بوش داون تمام، وبيحاول يعمل حاجه عليه اسمها كولوم برونينج. بمعنى ايه؟ مصطلحين انت لازم تبقى عارفهم جدا. البروديكيت بوش داون دي معناها اللي انا الكود بتاعي مثلا جيت قلت له داتا فريم، جيت قلت له كده داتا فريم تمام دوت سيلكت تمام للكولوم مثلا اللي اسمه نيم، نيم تمام. وبعد كده جيت قلت له دوت فلتر، فلتر ماشي، فلتر لي مثلا بايه؟ مثلا خلينا كده، لو انا مثلا بعمل على برايس مثلا، او لا خلينا مثلا ايه، خلينا موظفين نيم امبلوي نيم، وفلتر لسالري مثلا وليكن اكبر من 500 اي حاجه. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالتالي. اول حاجه انت عندك البريديكيت بوش داون اللوجيكال اوبتمايزيشن، انت كاتب سيلكت. انت دلوقتي لو عندك 20 كولوم للامبلوي دول تمام، عندك في 20 كولز، ايه اللي هيحصل؟ الطبيعي اللي هو هيروح يسلكت ال 20 مره واحده تمام. وبعد كده بعد ما يسلكت، انا عندي دلوقتي التيبل ده فيه مليون ريكورد او مليون صف، فبعد كده بعد ما يسلكت لي ال 20 كولوم تمام بالمليون صف، هيفلتر لي السالري اكبر من 500. طب تخيل انت بتحط اصلا داتا فريم فيها مليون شخص تمام، بتحطهم مره واحده في الميموري،
تمام، بتحطها بتعمل لها رن مره واحده، وفيها 20 كولومز وبتحطها مره واحده، فالموضوع كبير جدا وتقيل جدا، فيعمل لك حاجه اسمها او ام اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي ايه، الاوت اوف ميموري بتاعك. طيب عشان تعالج الموضوع ده ازاي؟ قال لك البريديكيت بوش داون. بتعمل ايه البريديكيت بوش داون؟ بتروح تعمل لك تفلتر لك الاول قبل ما تعمل سيلكت. يعني انت شايف كاتب له الكود اهو، لا هو بقى يروح الاول يفلتر. تمام، يعني مش دوت سيلكت الاول، لا يروح يفلتر الاول. فلما عايز مثلا لو انا دلوقتي هروح اسلكت مليون، تمام، طيب المليون ده اللي فوق 500 مثلا، اللي بيقبضوا فوق $500 مثلا، كام؟ 100,000. فهيروح يجيب لي 100,000. يعني انا قللت الرقم من مليون ل 100,000. فدي ميزه البريديكيت بوش داون، اللي انا اروح اطبق الفلترنج قبل ما ايه، ما سلكت كل الداتا. تمام، بدل ما اعمل فول سكان للتيبل بتاعي او للداتا فريم، لا اروح اجيب اللي انا محتاجه اكتر، عشان انت بتتعامل مع البيج داتا. جميل جدا. طيب وبعدين، طيب دي فهمنا البريديكيت بوش داون. يبقى البريديكيت بوش داون بيجي في فلتر قبل ما يسلكت. الكولوم برونينج ده بيعمل ايه؟ ده دلوقتي انت عايز تسلكت النيم، صح؟ طيب هو لو انت عندك 20 كولومز على الكود ده، هيقوم جايب لك ال 20 كولومز. لا، الكولوم برونينج اللي هو هيسلكت اللي انت عايزه بس. عايز النيم هيروح يجيب لك النيم. تمام، مش هيجيب لك الباقي. تمام، فبالتالي برضو قللت. تمام، بدل ما احط في الميموري بتاعتي 20 كولومز مش هحتاج منهم الا واحد بس، لا رحت عملت ايه، جبت كولوم واحد. تمام. طيب بعد ما عملنا اللوجيكال اوبتمايزيشن الدنيا تمام. خلي بالك لحد دلوقتي مفيش اي حاجه بتحصل. بمعنى سبارك هو قاعد بيبني في الخطه من غير ما ينفذ. طيب امتى التنفيذ؟ هنشوف. ولكن انت بعد كده، بعد ما خلصت ده، عملت حاجه اسمها فيزيكال بلان. بتختار الكوست موديل، ارخص خطه زي ما اتفقنا، بيعمل الخطط بتاعته ويختار ارخص خطه علشان التفكير بتاعته يخلص لحد هنا، وبعد كده يروح يبعت لمين؟ للتنجستين. تمام، التنجستين ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها كود جنريشن. تمام، كل اللي انت عملته ده بدل ما تجزاه، لا هو بينفذه مره واحده. تمام، ومعناه ان الكود بيدخل، تمام، من الشمال يطلع مثلا كود باليمين. زي ما اتفقنا، باي سبارك هو حاجه من سبارك. سبارك مكتوب بسكالا وجافا، وباي سبارك مكتوب ببايثون، واحنا شغالين ببايثون. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كل المراحل ديت بعد ما تتم يبعت بقى للتنجستين عشان يحول الكود من بايثون لجافا. تمام، ويشغله على طول. بس هل هيحوله لجافا جي في ام اوبجكتس ولا ايه؟ ده هنشوفه مع بعض. زي ما اتفقنا، التنجستين هو العضلات، هو اللي هياخد مني كود بعد ما تعمل الخطه ويروح ينفذه. طيب في تنجستين، في اول حاجه اسمها الاوف هيب ميموري. تمام، الاوف هيب ميموري ده بيعمل ايه؟ بيخزن البيانات على شكل باينري، اللي هي 0101، اللي هي اللغه المحببه للجميع. تمام، يعني اللي انا بقول لك اللغه اللي بيفهمها اصلا اللو ليفل ف... في اي ماشين. فهو بياخد منك الكود بتاعك، الخطه بتاعتك، وينفذها، يحولها لباينري مدمج بدل ما يحولها لجي في ام اوبجكت. وخلي بالك هنا دي حاجه كبيره جدا. جي في ام اوبجكت هي اختصار لجافا فيرتشوال ماشين اوبجكتس. تمام، فانت كانك اخدت كود بايثون حولته لجافا اوبجكت، وبعد على كل سطر، يعني بايثون السطر الاولاني الكود بتاعك اتحول لجي في ام اوبجكت، السطر الثاني الروت الثاني جي في ام اوبجكت. تمام، فعمال تعمل في جي في ام اوبجكت، فده هيعمل لك استهلاك كبير جدا للموارد. لكن لما تاخد كل صف وتحوله لباينري 01، ده جميل جدا، فبيقلل حاجه اسمها الكاربج كوليكشن. تمام، بشكل كبير. الكاربج كوليكشن ده اللي انا بالنسبه لي ايه، التحميل بتاعي على الميموري. تمام. طيب وعندنا حاجه تانية. يبقى اول حاجه الاوف هيب ميموري بيخزن البيانات على شكل باينري، وعندنا الهول ستيج كود جنريشن. تمام، ده اللي بيدمج كل الاوبريشن في ستيج واحده، بحيث ان انا بدل ما الكود بتاعي اقسمه يبقى عباره عن جافا بايثون جافا بايثون جافا بايثون، لا هو انا اخد كل كود بايثون وبعد كده احوله لجافا، وبعد كده اعمله فانكشن واحده اروح انفذها. تمام، فده هيكون اسرع بكتير.
طيب آه السيرياليزيشن في سبارك هي ليها لعنه، يعني مصطلح لعنه السيرياليزيشن في باي سبارك هي واضحه ليه؟ علشان انت عندك الجي في ام اوبجكت، احنا اتفقنا سبارك اباتشي سبارك ما بيفهمش الا جافا وسكالا. تمام. في باي سبارك انت دي الحاجه اللي بتتكلم بيها سبارك، فانك تبعت له جي في ام اوبجكت على كل صف، تعمل سيريالايز ودي سيريالايز وبعد كده سيريالايز ودي سيريالايز عشان ينفذ في الاخر كود جافا، فده بيستهلك وقت كبير جدا. تمام. فعلشان كده الداتا فريم اي بي اي لما طلعت هي دي عملت لي الطفره بقى، خلتني اقدر اشتغل بالباي سبارك، سواء اقدر اشتغل باي سبارك او داتا فريم للسبارك سيكوال، ان انا اقدر اكتب كود سيكوال جوه سبارك كويس جدا، واقدر اكتب كود بايثون جوه سبارك كويس جدا. تمام. فهنا الخطه كلها تقوم مكتوبه بايثون عبر الكتالاست. تمام. ولكن لما تيجي تنفذ بتنفذ بالجي في ام اوبجكت. تمام. بالجافا فيرتشوال ماشين. تمام. يعني كانك هنا انت عملت الخطه، كتبت كانك كتبت وصفه، الوصفه دي كتبتها في ورقه. تمام. ورحت بعتها للتنجستين، التنجستين يروح ياخد منك كل الوصفه بتاعتك ديت، يحولها كود واحد بس جافا، وبعد كده يبعته لسبارك ينفذه. تمام. فده يسرع العمليه جدا. تمام. ف يعتبر زي ما اتفقنا هنا نفس المهمه لكن الكود مختلف. تمام. هنا عندك الار دي دي داتا فريم دوت ار دي دي، وعندنا الريزلت بتاعي الار دي دي دوت فلتر، عمل لي فلتر للكرنسي باليوز دي. وهنا ماب عمل لي فانكشن داخليه بتعمل لي ايه، حاجه للكانتري وحاجه للايه، للاماونت مثلا، و بس كده. فهو هنا الكود بتاعي زي ما اتفقنا هو عباره عن بلاك بوكس. السبارك شايف ان ده عباره عن جي في ام اوبجكتس كتير، مش فاهم منها اي حاجه. طيب فهنا مفيش حاجه اسمها بوش داون، لا بريديكيت بوش داون ولا كولوم برونينج ولا اي حاجه. تمام. وعمال يعمل هنا سيرياليزيشن وبعد كده لبايثون كود، وبعد كده سيرياليزيشن لبايثون كود، وبعد كده لجافا. فديت كان الموضوع بياخد وقت كبير وبلاك بوكس مش فاهم منه اي حاجه. هنا دلوقتي جه الكاتاليست فهمني الدنيا، راح فلتر لي الاول. تمام. انت هتفلتر في ايه، فراح طبق لي ايه البروديكيت بوش داون. تمام. طيب وبعد كده فلتر وعمل جروب باي، وبعد كده عمل الكولوم برونينج اللي انت محتاج مثلا الكرنسي مثلا، فراح جاب لي الكرنسي وعملت الكانتري. تمام. فبالتالي مش محتاج كل الكولومز اللي عندي. وبعد كده راح ايه انبعته للتنجستين عشان ينفذه. يعني هنا كتب كود بايثون واحد وبعد كده بعته للوصفه بتاعته من الكاتاليست للتنجستين عشان يحوله لايه، لباينري، سواء كان باينري او كود واحد بس جافا يشتغل على طول. طيب الداتا فريم زي ما اتفقنا هو 95% من الحالات اللي انت هتستخدم سبارك هتلاقي فيها 95% بتستخدم باي سبارك في الشغل. تمام. الار دي دي نادر بتستخدمها امتى؟ مع الداتا السيمي ستراكشر، عايز حاجه تعملها يدوي وتحكم كامل عشان تحول السيمي ستراكشر ده لستراكشر. تمام. والداتا سيت الجي في ام بس مع جافا وسكالا، مش هتعرف تشتغل بيها على باي سبارك. تمام. كده يعتبر احنا خلصنا اول سيكشن. تاني سيكشن هنتكلم فيها النهارده هي الترانسفورميشن مع الاكشنز. تمام. طيب ديت هتكون بسيطه ان شاء الله مش كبيره، ولكن عايزك تعرف حاجه مهمه جدا انا قلتها لك واحنا ماشيين، ان سبارك مش بينفذ على طول، مش بينفذ، ما بياخدش منك الكود ينفذه، لا بياخد منك الكود بيدرسه الاول وبعد كده يعمل لوجيك فيزيكال لوجيكال بلان. تمام. اللي هي البريديكيت بوش داون والكولوم برونينج، وبعد ده يعمل الفيزيكال بلان ويشوف لك ايه ارخص كوست موديل يقدر يشتغل عليه، بعد كده يبعته للديجنستين اللي هو العضلات ينفذ لي الكود ده. المرحله ديت او بيسموا ايه هو سبارك بيسموه ليزي ايفالويشن، اللي هو الكسل العبقري. تمام. ليه؟ تخيل كده لو هو راح نفذ على طول كل كود بتكتبه، انت كتبت دوت سيلكت في الورقه فراح جاب لك كل الكولومز، وبعد كده عمل فول تيبل سكان
التيبل فيه مليون ريكورد، راح جاب لي المليون ريكورد وبعد كده لا راح فلتر لي عشان يجيب لي 100,000. تمام. فالموضوع هيستهلك ميموري كبير جدا وممكن ما يشتغلش، ممكن يحصل الاو او ام اللي هو الاوت اوف ميموري بتاعك. فعلشان كده بيسموه الذكاء العبقري، اللي هو راح اخد منك الكود حسنه، راح بعد كده في الاخر خالص كتب بيه ديج وبعد كده بعته يتنفذ. تمام، هو ده نفس الفكره. فهو الفكره كلها القصه اللي انا مثلا الترانسفورميشنز ديت كلها بتتم في ورقه. تمام. زي مثلا روح السوق اشتري طماطم، نضفها، قطعها، ضيفها في طبق، صفيها في طبق. بس كل ده لسه ما حصلش، كل ده مكتوب. طب امتى يحصل؟ لما اقول له مثلا يلا روح صوره ونزله. تمام. نفس الفكره بالظبط. انا رحت قلت له دوت فلتر، رحت هنا قلت له دوت فلتر كولوم، جروب باي، اجريجيشن، وصم لحاجه. كل ده عباره عن ايه؟ خطه كاتاليست بيدرس. تمام. اول مثلا ما اقول له مثلا دوت كاونت دوت شو دوت اي حاجه، فكده بقى خلاص من الخطه دي اتحولت من خطه بتتنفذ، من خطه بتدرس وبتتكتب في ورقه لايه؟ لحاجه تانية تنجسين بينفذها. تمام. فهنلاقي هنا ايه؟ هنا ليه كسر العبقري احنا اتكلمنا عليها، لو سلكت قبل الفلتر هنا لا فلتر لي الاول وسلكت. طيب، في عايزين نعمل ايه بقى؟ طبعا الحاجات اللي ليها علاقه بالترانسفورميشن بس، اللي هي الماب او الفلتر او السلكت او الويذ كولوم والجروب باي والجوين، كل ده برضو هنتكلم عليه واحنا شغالين. تمام. لكن الاكشنز اللي هي الشو والكاونت، يا اما وريني يا اما احسب لي، كولكت او رايت او تيك او فرس او كذا، كل دول اكشنز بتنفذ لي الكود. خلي بالك لما انا باجي اقول له الوصفه ديت، مفهوم هندرسه قدام في الداتا جوفرنس، في الحاجه اللي هي الادفانسد في الدلتا ليك بتاعتنا، هي الداتا لينج. تمام. الداتا لينج ديت ايه؟ حاجه جميله جدا ان انا بكتب فيها الوصف، لكن مش بكتب فيها مش بحط فيها الداتا بتاعتي. تمام. حاجه الوصفه اللي انا خلي بالك هنا مثلا قلت له ايه؟ خلينا هنا كده، رحت قلت له اللي انت هتفلتر الاول ومش هتسلكت، وبعد ما تفلتر هتعمل لي مثلا جروب باي وبعد كده اجريجيشن. تمام. فكاني رحت عملت الاناليسز بتاعتي، الاجريجيشن الاناليسز بتاعي الاول، بعد كده اللوجيكال بلان، بعد كده الفيزيكال بلان، وبعد كده جيت قلت له خلي بالك انت هتنفذ في كذا. تمام. فالوصفه دي كلها اسمها لينج. تمام. اللينج ديت بحيث لو البارتيشن وقع لا قدر الله مش مشكله عندك الداتا، انت كده كده معاك الوصفه تعرف تعملها تاني من اول وجديد، مفيش اي مشكله. لكن لو انا عندي الداتا فهضطر ان انا احطها في ميموري، فده هيكلفني، او اعمل لها مثلا ستورج، فده هيكلفني كبرفورمانس وككوست كمان. طيب، فخطوات بناء اي داج بيحصل، بقرا الاول وبعد كده افلتر وبعد كده بسلكت وبعد كده جروب باي. في الجروب باي بيحصل حاجه اسمها شافل، هنتكلم عليها السيشن الجاي ان شاء الله. وبعد كده بعمل الاجريجيشن بتاعي. كل ده انا ما نفذتش. تمام. عارف ان في مشكله ممكن تواجهني هنا، تمام. عارف ان في بوتل نيك هتواجهني هنا، بس لسه لحد دلوقتي انا ببني الخريطه بتاعتي الداج، لسه ما نفذتش اي حاجه. طيب، لما اجي اقول له دوت شو كده بقى راح ينفذ لي الخطه ديت كلها. يعني يعتبر ده كله عباره عن ايه؟ اللينج بتاعي في سبارك. لينج لينج بتاع في سبارك. تمام. اللي انا بقى معايا الوصفه وما جيتش قلت له ايه؟ نفذ، الا لما ايه؟ لما اجي اقول له دوت شو دي كده بقى اتنفذت بتاعتي. لو لا قدر الله البارتيشن اللي شايل الداتا هنا حصل له اي حاجه، عادي مش مشكله، انا كده كده معايا الوصفه مخزنه عندي، بديها له تاني يقدر يشتغل، مفيش اي مشكله. طيب، الترانسفورميشن ليه نوعين، عندي نوع اسمه نارو ترانسفورميشن ونوع تاني اسمه وايد ترانسفورميشن. نارو اللي هو عباره عن حاجه عندنا رخيصه، والوايد غالي. طيب، رخيص في ايه وغالي في ايه؟ انا عندي مثلا بارتيشن، مثلا باجي اقول له جوين، مثلا جوين تيبل A مع تيبل C. فلما اجي اقول له جوين تيبل A مع تيبل C، فبالنسبه له الاثنين على نفس النتورك، ما فيش اي مشكله.
الوايت ترانسفورميشن لما يكون انا هنا عندي مصر والسعوديه، وهنا عندي مصر والسعوديه، وهنا عندي مصر والسعوديه، فانا عايز اعمل جروب باي. جروب باي احط ايه؟ خلينا مثلا مصر والسعوديه والامارات، مصر والسعوديه والامارات، ومصر والسعوديه والامارات، وعايز اعمل جروب باي. عايز اشوف عدد الافراد اللي جايين لي من مصر، وعدد الافراد اللي جايين لي من السعوديه، وعدد الافراد اللي جايين لي من ايه؟ من الامارات. فايه اللي بيحصل هنا بقى؟ بيحصل شافل. ليه؟ لان ده الاتنين دول على نتورك واحده، ده بارتيشن وده بارتيشن على نفس النتورك، ولكن ده بارتيشن وده بارتيشن على نتورك مختلفه، وده بارتيشن وبارتيشن على نتورك مختلف. فانا عايز اجيب الداتا اللي تخص مصر من هنا واللي تخص مصر من هنا. فبيحصل حاجه اسمها شافل. ليه؟ علشان انا بنقل ما بين نتورك ونتورك. بنسميها المشكله دي ايه؟ نتورك اي او، يعني نتورك انبوت واوتبوت. تمام. ديت برضه هنتكلم عن الشافل ان شاء الله في الفيديو الجاي. زي ما اتفقنا، اللينج هي الوصفه اللي بتنقذني لو الداتا ضاعت او حصل اي حاجه، ولكن ان انا احفظ البيانات، تمام، احفظ الوصفه افضل بكتير مليون مره من ان انا احفظ البيانات. تمام. وهنا زي ما اتفقنا هنا حصل شافل لما تسمع كلمه جروب باي، علشان انا بقسم. وكده كده هنتكلم عن الشافل ان شاء الله المره الجايه. الاكشن، هو كل مره هتستخدم فيها اكشن، هو انت بتعيد الداج يتنفذ من اول وجديد. تمام. يعني الاكشنز بتاعتك لما تيجي تستخدمها بيروح ينفذ لك الداج بتاعتك، الخطه بتاعتك، الكاتاليست بتاعتك. تمام. وخلي بالك من عدد مرات انك بتستخدم الداج. يعني مثلا اشوف شباب اول حاجه بتعملها بعد ما بتقرا الداتا فريم بتعمل لها دوت شو. تمام. طيب بعد كده يعمل ترانسفورميشن تانية، وبعد كده يعمل لها ايه؟ دوت شو. يعمل ترانسفورميشن تالتة، وبعد كده يعمل لها دوت شو. فانت دلوقتي عملت ايه؟ استخدمت شو 3 مرات. تمام. فكل مره انت عمال تنفذ الكود بتاعك، تنفذ الداك بتاعك. فالداك بتاعك الطبيعي اللي يتنفذ في مره واحده انت نفذته في 3 مرات. طب لو انت مضطر لحاجه زي ديت، ممكن تستخدم حاجه اسمها كاش. الكاش بتاعي اللي انا دلوقتي البيانات بدل ما اروح اقراها كل مره من الهارد ديسك وبعد كده اعرضها، وبعد كده عملت ترانسفورميشن فاروح اعرضها تاني واعمل ترانسفورميشن واعرضها، فده بالنسبه لي كوست. لا، انا ممكن اروح اقراها واقوم حاططها في الكاش بتاعي، وبعد كده لما اعوزها بقراها من الكاش بتاعتي من الميموري. تمام. فهنا يعتبر بقراها مره واحده، ولكن الباقي بقراه من ايه؟ من الذاكره. لكن هنا 3 اكشن انا بقراه وبعالجه 3 مرات، فده يعمل لي مشكله. طبعا حاجات، طبعا ما ينفعش تستخدم ار دي دي. تمام. اتفقنا ان 95% من شغلك اصلا باي سبارك. الار دي دي تستخدمها بس لو الداتا جايه لك سيم ستراكشر. عندك الكولكت على بيانات كبيره، يعني ده بيخليك تعمل الاو او ام، الاوت اوف ميموري بتاعتك. آه عندك مثلا هنا ايه؟ الكود اشتغل عشان الترانسفورميشنز عدد، لكن انت بتشوف المشكله حقيقي في الاكشن، في الخطأ بتاعك في الاكشن. وهنا لو انت عايز تعمل اكشنز كتير وعايز تتاكد من الكود بتاعك، فكيش الاول في الميموري عشان مش كل مره تروح تقرا وتنفذ الداج بتاعك. تمام. واتفقنا هنا الداتا فريم اسرع قد ايه من الار دي دي. تمام. فاحنا دلوقتي عرفنا سبارك بيفكر ازاي. تمام. سواء كان الار دي دي والداتا فريم والداتا سيت، وبيبقى شايف كل واحده فيهم ازاي. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم هو بيعمل اكسكيوشن ازاي، واللي بعدها فلوسي بتضيع فين. تمام. ودايما خليك فاكر زي ما اتفقنا ان الجونيور هو اللي بيكتب كود، ولكن السينيور هو اللي بيشوف الكود بيشتغل ازاي بكفاءه. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا الانترودكشن البسيطه دي عن سبارك، وان شاء الله المره الجايه هنكمل كلامنا عن سبارك وهنعمل المشاريع بتاعتنا ونشوف ايه البوتل نيك اللي هتواجهنا واحنا شغالين في مشروع، وازاي نتجنبه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.